السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحج. على قد ما انطلب مني مخلل الخيار فسرعت أعمله قبل الشهر الفضيل. كل عام وانتم بألف خير. نبدأ بسم الله. أول إشي الخيار بختار مقاسه يبقى رفيع بالشكل هذا ويكون مقاسه متقارب. برفع الطرفين، طبعا بغسله منيح وبرفع الطرفين بشكل بسيط. وبدي ورق عنب جنبه مغسول. ورق العنب مع الخيار تحفة. بجيب المرتبان وبدي أعمل طبقات من ورق العنب ومن الخيار. لما تكون أنا عندي الكمية قليلة كنت ألف كل خيارة بورقة عنب وأضيفها بالمرتبان، ولكن هيك أسهل عليكم فكرة الطبقات. بصير أضيف من الخيار وأضيف ورق عنب. تمام. وبحاول أهز المرتبان عشان ترتص كل حبات الخيار. الآن على الوجه بضيف ورق عنب. تمام هيك. بدي أعمل المحلول الملحي. لكل كيلو خيار بحتاج 4 كوبايات ونص مية. طبعا أنا هنا عندي الكمية أكتر فالعيار مختلف. وبدي نص كوب من خل العنب الأبيض. 3 معالق كبار من الملح. وعلى فكرة هذا العيار لكل أنواع المخللات والطراشة بتقدروا تتعاملوا معها. وبحتاج لمعلقة صغيرة من ملح الليمون أو حامض الليمون، ومعلقة من السكر، معلقة كبيرة. تمام هيك بخلطهم. والآن بدي أضيف المحلول للمرتبان. في تكة مهمة جدا بدنا نعملها للمخلل، وهي كمان مهمة لكل المخللات. الآن بتشوفوها. التكة هي عبارة عن شو؟ إنه أنا بدي أضيف المحلول، بدي إياه لحد ما يوصل إنه بده ينزل من المرتبان عشان ما يكونش فيه أي هواء. وبحب دايما أضيف طبقة من زيت الزيتون على الوجه. شايفين نزل من المرتبان، وهذه مهمة، بديش أي نفس. الآن بغطي المرتبان بغطيه منيح. بضغط وهيك بتنزل مية، وهيك تمام. شايفين المية قاعدة بتنزل، فهيك تمام. بمسحه وبحاول أخلي تحتيه صينية أو صحن، وبحتفظ فيه لمدة أسبوع. بعد أسبوع بنقدر ناكل منه. وهيك بتكوني عملتي أسهل وأطيب مخلل خيار. يا ريت تشيروا الفيديو عندكم حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم. شكرا لمتابعتكم، حياكم الله.